كان في ملك زمان في الاغريق اسمه سيسيوس. سيسيوس ده خد السفينه بتاعته وراح عشان يحارب الاشرار، وفعلا انتصر عليهم ورجع بالسفينه بتاعته، والشعب كله كان فرحان وبيهلله. وعشان يخلدوا الذكرى دي قرروا ان هم يحتفظوا بالسفينه دي على الشط بتاعهم، بحيث ان هم يبقوا قادرين يزوروها كل سنه ويفتكروا النصر العظيم ده. بس كان في مشكله صغيره، وهو ان كان كل شويه كان في خشب من السفينه ده بيبوظ وبيتهالك، فكانت الناس بتاخد الخشب ده ترميه وتحط مكانه خشب مختلف، لغايه مع مرور السنين لقوا ان كل الخشب بتاع السفينه الاصليه اتغير، وكل الخشب اللي دلوقتي موجود ده خشب جديد. فالسؤال هنا، هل السفينه دلوقتي اللي احنا واقفين نبص لها دلوقتي هي دي سفينه سيسيوس الاصليه ولا مش هي، بما ان الخشب المكون الرئيسي بتاعها كله اتغير؟ لو قلت ان هي لسه السفينه الاصليه زي ما هي برغم ان احنا غيرنا المكون الرئيسي اللي فيها اللي هو الخشب، فانت كده شايف ان لكل شيء جوهر ثابت حتى لو شكله اتغير. ولو قلت لا مش هي، فيبقى انت كده شايف ان اي شيء ما هو الا مجموع مكوناته وخصائصه الظاهريه اللي لو اتغيرت يبقى الجوهر بتاعها اتغير. معضله سفينه سيسيوس دي من المعضلات المشهوره جدا في الفلسفه واللي ملهاش اجابات لغايه دلوقتي، فقول لي ايه رايك فيها؟